زيزو بيشوط ركله الجزاء، قلت لهم قبل ما يتاخد القرار ان زيزو هيشوط ركله الجزاء، قلت لهم والله العظيم لو زيزو هو اللي هيشوط مش هتدخل جول. التوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، والتوفيق مش هيجي لك الا اذا اجتهدت. النهارده زيزو مش موجود في الملعب خالص، تايه بيجري في اي حته في الملعب، ملوش ملامح، اداؤه مش مفهوم، بتجري من هنا لهنا لهنا، مفيش، لا عارف تاخد مساحه كويسه ولا بتكسب ارض ولا بترقص ولا بتشوط، مش اي حاجه. حتى الكروسات اللي معتاد عليها ما بتتعملش بشكل جيد لما بتطلع على ال 18. حتى ركلات الركنيه، الفاولات اللي من على ال 18 ما بتتعملش بشكل جيد. ادائك صعب جدا 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 جدا. الاهلي محمل بالنجوم، بس النجوم على الارض مش في السماء. النجوم بتاعه الاهلي على الارض مش موجوده في السماء. السوبر ستارز مش موجودين على الارض. لعيبه تحس ان انت ايه، لعيبه محتاجه تتحط في المتحف، مش تلعب مباراه في كره القدم كده، مباراه فيها مكسب وخساره خالص.